جد ولا هبد؟ ماما كفايه هبد والنبي وما تقفوريش. حلو قوي الصوت دي يا مامي، جامده فظيعه فظيعه. صاحبتي اهو امبارح جالها حته دور برد فرهضها جامد. ده كده النسخة أو الفيرجن المحافظ لطريقة الكلام المتداولة بين أبناء هذا الجيل. في مفردات بقى كتير معرفتش قوي أحصرها لكم من كترها، وفي حاجات تانية ما فهمتهاش، بس أسر الكلام لما أولادك مرة واحدة يبتدوا يتكلموا بالطريقة الغريبة دي، أنت أكيد بتتخضي وبيكون رد فعلك عكسي تماما، وهو هجوم على الولاد واوعوا تتكلموا بالطريقة دي تاني. على فكرة هما مش هيسمعوا كلامك بالمنظر ده للأسف، بس حابة أفكرك بحاجة، إن كل جيل لما بيطلع بيكون ليه شوية لازمات، طريقة جديدة في الكلام أو مفردات جديدة الجيل اللي قبله بيرفضها جدا، بس بيفشل في منع هذا التغيير. كده كده بيحصل. نقطة بس صغيرة كده، ما تحاوليش تتكلمي زيهم علشان تبقي روشة وتقربي منهم، لأن شكلك هيبقى وحش قوي. بس تعملي إيه؟ تتكلمي معاهم وتقولي لهم أنا عارفة إن كلكم دلوقتي بتتكلموا كده، وإنتي أو إنت عايز تبقى جامد وتتكلم زي صحابك، بس الألطف واللي هيخليك أجمد إن أنت تبقى نفسك وما تقلدش اللي حواليك. خليك زي ما أنت واتكلم بطريقتك وبأسلوبك وبمفرداتك، وكده هتبقى أجمد واحد في صحابك. خليك نفسك.